اكتب لمصر اكتب لمصر اليوم شعرا يليق بأهلها. ارسم رجالا كالصخور. جرت دموعي على أعتاب دارك يا مصر، كل الهوى في نيلك الجاري. يا مصر وأنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. مصر هي أرض الحضارة الفرعونية، فقد نشأت بها الحضارة الفرعونية التي بلورت الإنجازات والتي قام بها المصريين القدماء. فقد نجح هؤلاء في أن يحفروا إنجازاتهم وآثارهم منذ سنوات تصل إلى الآلاف، وحتى الآن نجد أن السائحين يأتون من كل مصر. من أين نبدأ يا مصر الكلام، وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام، لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقلام والأعوام. يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه. اكتب يا قلبي ده الخير في مصر، لساها نيلها يملاها نسيم، لساها بسمة وشمس الأصيل. لساها مصر، لساها بلدي، نيلها سمار وبلون ولادها. طياره ماشي يستنى عيدها، وقمرها يكتب أشواق. كلمة في حب مصر. في مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب، والتقى يوسف ويعقوب، فصفق للدهر ليوسف منشدا، وغنى الزمن له مغردا، وسقطوا له ساجدوا. في مصر كل حاجة جميلة. مصر هي الأرض التي قامت عليها حضارة من أعظم الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية، ألا وهي الحضارة الفرعونية القديمة، والتي لا تزال آثارها شامخة حتى الآن تشهد على عظمة. جرت دموعي على أعتابك يا مصر، فالهوى كله في نيلك الجاري يا حبيبتي. كل الكلام عاجز عن وصفك يا كوكبة العصر، ويا شامخة القصر، ويا كتيبة النصر. عشتي دائما رافعة الراس، منتصرة دائما على الأعادي. مصر هي أم الأراضي الخضراء، مصر هي أم السماء الزرقاء، مصر هي أم العلم والعلماء، مصر هي أم الفقه والفقهاء. مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم عن مصر: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.